السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كابتن ابراهيم العنقري، يعني ايش عناوينك للمباراة؟ طبعا هو العنوان رئيسي يا ابو بدر. انا اشوف انه والله ضايق صدرك، والله وجهك ضايق صدرك صدق. ضايق صدرك صدق. والله ابو بدر انت قلت قبل شوي 22 سنه ما حقق المنتخب السعودي اي انتصار. يعني حقيقه المنتخب السعودي والله اللي يصير لنا، يعني احنا عندنا القدره وعندنا الامكانيات، ولكن اللي يحصل هذا شيء يضيق الصدر. يعني مهما كان، يعني حتى المنتخبات اللي تفوز على المنتخب السعودي والله ما عندها امكانيات اعلى من المنتخب السعودي. هذا الشيء اللي يحز فيك. ترى ما فاز عليك المنتخب المغربي رابع العالم وتصنيفه كذا، فايز عليك منتخب يعني حقيقه اقل امكانيات بكثير من المنتخب السعودي. والله نفرح للاردن ونفرح لاي منتخب عربي، لكن نحزن لوضعنا. ما وصلنا للمرحله هذه ان نخسر بهذا الشكل. يعني منتخب كامل يعتمد على لاعب واحد، اذا كان هذا اللاعب حاضر حضرنا واذا غاب غبنا معه كلنا. هل هذا تكتيك منتخب؟ هل هذه رؤيه او هويه لمنتخب تريد منها ان ينتج ويحقق بطوله؟ يا ابو بدر الكلام اللي راح كله والله ما نبي ندخل في تفاصيل، لان لا يقال عننا والله انتم تتكلمون عن المنتخب السعودي والان مو وقته. طيب مو وقته وسكتنا وتكلمنا بهدوء، قلنا ترى مو منطق انه لاعب مساهم في السبعه اهداف، لو غاب هذا اللاعب وش الحل؟ اليوم المنتخب الاردني بكل بساطه كلف لاعب على سالم الدوسري لا يستلم الكره، سالم الدوسري اختفى كل المنتخب السعودي، وهذا هو العنوان الابرز. انا اقول يا ابو بدر العنوان اليوم تعطيل سالم عطل المنظومه السعوديه. المنتخب كله اليوم وش اللي شفناه منه؟ اخر الوقت لما تجرأت ونزلت مهاجمينك واعطيت لاعبيك الفرصه لانهم يعني يكونون عندهم قدره على اللعب الهجومي باريحيه، وصلت المرمى المنتخب الاردني. المنتخب الاردني من بدايه المباراه اعطاك الملعب، وحقيقه انا ما ابي اقولها لكن هذا الحقيقه، يعني ضحك عليك. يعني هيرفي رينار ترى اليوم سلامي ضحك عليك، اعطاك الملعب ولكنه ما اعطاك الخطوره ولا اعطاك الفرص. هو اللي وصل مرماك وهو اللي سجل. لما نتكلم عن المنتخب السعودي وعن هيرفي رينار، يعني انا اعطي كل مشاهد المنتخب السعودي اليوم سؤال بسيط: ناصر الدوسري مع انزاجي، هل هو هذا ناصر الدوسري اليوم مع رينار؟ ناصر الدوسري مع انزاجي في كأس العالم للأندية قدم مستوى أعلى من عالي. لما يجي اليوم تشوفه ناصر الدوسري عالة على الفريق، ليه؟ لأنك أنت ما تعرف وش التكاليف اللي مكلف بها اللاعبين. اليوم المنتخب الأردني واضح جدا في تكتيك كرة القدم، اللعب بهذه الطريقة يحتاج إلى سرعات ويحتاج إلى تحرير لاعبك المفضل سالم الدوسري. وش اللي قدمه هيرفي رينارد الشوط الأول؟ تعرف أن هيرفي رينارد اليوم الشوط الأول وش كان يسوي؟ ما كان يسوي شيء، يعني استسلم استسلام تام للشوط الثاني. الشوط الثاني المنتخب الأردني بيلعب عليك، بيدخل بيعرف وش يسوي معك. لكن السؤال على تكتيك كرة القدم اللي شفناه اليوم لما أغلقوا على سالم الدوسري، ما هي التكتيكات اللي فعلها المدرب علشان يحرر أفضل لاعب عنده؟ وش تسريع الكرة أو مثلا ما يسمى بالبناء في الثلث وسط الملعب علشان أصل لمرمى المنتخب الأردني؟ ما قدرت توصل. إذن لما نتكلم عن المنتخب السعودي بلا هوية، لما نتكلم المنتخب السعودي يستحق مدرب قارئ ويستحق مدرب عنده القدرة على أنه يشكل هوية لهذا المنتخب، فإحنا والله العظيم نخاف على منتخبنا ونبغى له الخير. لعلها خيرة اليوم أنه اللي يعني مسؤول عن المنتخب السعودي والاتحاد السعودي يشاهد الأداء اليوم في أرضية الملعب وكيف أن المنتخب السعودي يطعم يعني بكل سهولة المنتخب الأردني. مثل ما قلت الأخوان ناقص 6 لاعبين وفاز عليك بسهولة. هنا المشكلة. الشيء الثاني في أشياء في أرضية الملعب، ترى الجميع يتكلم يا أبو بدر عن قضية مثلا أنه بوشل يلعب على اليسار. أنا والله بتكلم عن أشياء أنا أشوف أنها أعمق. يعني ثنائية الأحمد وحسان تنبكتي. حسان تنبكتي لاعب رائع ولكنه ليس قائد دفاع، فإذا تحط حسان تنبكتي تخليه هو اللي يقود الدفاع، الأخطاء اللي اليوم بكل سهولة كرة عرضية تسقط بين المدافعين وتتسجل هدف في مباراة اليوم وفي مباراة فلسطين. نروح برينارد الكاس العالم. والله يا ابو بدر اذا رحنا بهذا المدرب لكاس العالم احنا والله يعني نتحمل اللي يجينا.